أثناء حصار عمرو بن العاص لمصر، دعاه قائد حصن بابليون ليحادثه ويفاوضه، بينما اتفق مع رجاله بإلقاء صخرة فوق عمرو بن العاص فور خروجه من الحصن، وأعد كل شيء ليكون قتل عمرو بن العاص محتوما. دخل عمرو بن العاص على قائد الحصن وجرى اللقاء بينهما. حين خرج عمرو بن العاص في طريقه للانصراف، لمح فوق الأسوار حركة مريبة أيقظت فيه حاسة الحذر، وسرعان ما تصرف بشكل مفاجئ، إذ عاد إلى داخل الحصن بخطوات هادئة مطمئنة وملامحا بشوشة واثقة، كأنما لم يفزعه شيئا. دخل عمرو بن العاص على القائد الروماني مرة أخرى وقال له: لقد تذكرت أمرا وأردت أن أطلعك عليه. إن معي خارج الحصن